أول ما تفهم إن البيع مش إنك تقنع الناس، لكن إنك تساعدهم ياخدوا قرار، عمرك ما هتحاول تقنع حد تاني، لأنك هتبطل تجري ورا الناس اللي محتاجة إقناع، واللي محتاج إقناع ضمنيًا مش محتاج الحاجة اللي أنت بتقدمها أصلًا. هتبطل تضغط لما حد يقول لك لأ، هتبطل تنزل في أسعارك عشان تكسب صفقة عمرها ما كانت هتمشي أصلًا من البداية. الإقناع معناه إنك بتبذل طاقة ومجهود في إنك تقنع شخص مش محتاج الحاجة اللي أنت بتقدمها أصلًا، لكن إنك تساعده ياخد قرار، كده أنت بتساعده يشوف إذا كان الحل اللي بتقدمه هو حل حقيقي لمشكلته فعلًا والّا لأ. لما تبقى بتحاول تقنع شخص معين، أي اعتراض هيديه لك هتحس إن هو ضدك، هتحس إن هو رفض ليك، لكن لما تبقى بتساعده عشان ياخد قرار، أي اعتراض عميلك هيديه لك هيبقى عبارة عن سؤال محتاج إجابة، هتتعامل معاه على إنه سؤال عادي محتاج إجابة. أقوى بياعين قابلتهم في حياتي كانوا ناس مش بيحاولوا يقنعوا حد، لكن كانوا بيسألوا الأسئلة الصح في الوقت الصح عشان يشوف أنت فعلًا مناسب للحاجة اللي هو بيقدمها والّا لأ. كان بيسأل ويسمع ويشرح ويسيب القرار لصاحب القرار. البيع مش إقناع ولا نصاحة، البيع وضوح. خليك واضح في إيه المشكلة اللي أنت بتحلها، ومين الشخص اللي بتساعده، والطريقة اللي أنت هتساعده بيها عاملة إزاي، وسيب العميل الصح يوافق على العرض بتاعك، والعميل الغلط يرفض العرض بتاعك، وفي الحالتين تعامل مع القبول أو الرفض على إنه حاجة عادية.